لأول مرة بيتم تصوير جن الجاسوم. تعال شوف الفيديو ده. الفيديو ده بيوضح لك ازاي الكاميرات الحرارية قدرت تصور الجاثوم على كائن بشري، على الإنسان. بيقول لك تم تصوير جن الجاثوم بالكاميرات الحرارية. مين هو جن الجاثوم وإيه هي وظيفته؟ وهل يا ترى فعلا تم تصويره بالكاميرات الحرارية ولا لا؟ جن الجاثوم من أنواع الجن الخبيث والعياذ بالله، بيخليك تكره النوم. بتكون نايم عادي جدا وفجأة جسمك ما بتقدرش تحركه، ولا بتقدر تقوم من النوم، ولا بتعرف تنادي على حد، ولا حتى تصرخ. خلينا في البداية نتفق إن الجن لا يمكن أبدا بأي شكل من الأشكال إنه يأذي الإنسان إلا بإذن الله. أما بخصوص الفيديو المزعوم لجن الجاسوم، فخلينا نتذكر قول الله تعالى في سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن والشياطين بمختلف أنواعهم مش هنقدر نشوفهم إحنا كبشر، إنما هم هيقدروا يشوفونا. ربنا سبحانه وتعالى ما حطش أي استثناء في الآية. مهما وصل بينا درجة التقدم مش هنعرف نشوفهم، وبالتالي الفيديو ده مفبرك. طيب إحنا استفدنا إيه دلوقتي؟ استفدنا من حقيقة وجود جن الجاثوم والله أعلم، والحل للتخلص من الحالة دي هي أذكار الصباح والمساء. ما تنسوش تصلوا على النبي.